السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناتكم شيوة بسومة. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم بإذن الله جبت لكم واحد الفيديو غادي تشكروني عليه. الوصفة اللي كيحماقوا عليها الوليدات، هذا الرولو اللي كيتباع في المحلابات جبتو لكم اليوم بأبسط وأسهل وأنجح طريقة. أنا متأكدة إن شاء الله إذا تبعتيو هذا الفيديو وجربتيو هذه الوصفة غادي تشكروني عليها. شي حاجة طوب ديال الطوب، والبساطة كيف ما عودتكم دائما. اللي كان كيحماق على هذا الرولو في الصغر ديالو كان كيشريها بزاف، كتبوها ليا في التعليق. انا شخصيا كنت كنحماق عليها، بالخصوص هذه اللي فيها النكهه ديال الكوك كانت كتسطيني، كنت ضروري يوميا خاصني نشريها في الصباح. الا عقلتي وكانت كتباع يعني بالعبار، كيقطع لك الطرف على حسب الثمن اللي بغيتي، اما 2 دراهم 3 دراهم، المهم كيقطع لك القياس اللي بغيتي. في المحلبة أنا والله إلا كنت كنحماق عليها، هاد المرة قلت إن شاء الله دائمًا كنت كنبغي نشاركها معكم، وهاد المرة قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم كيف ما نيت كتباع في المحلبات. ولكن أكيد هادي ديالي ديال الدار، بنينة بزاف، ما كاين ما أحسن من الحاجة اللي كتحضر في المنزل، ما كيكونش يعني كيكونوا فيها مكونات مقومين. هانتوما لاحظوا ما شاء الله كيف كتجي فتية وهشيشة كدوب في الفم. هادشي عاد ما سقيتهاش نهائيا هاد الجينواز، فغير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. حتى اللي عمرها ما صوبات هاد الرولو اكيد انا يعني غادي تصدق ليها من المره الاولى. وقبل ما نبداو الوصفه ونعطيكم المقادير وطريقه التحضير، ما نساوش نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وندوزو مباشره المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. في إناء غادي نوضعو 5 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، بالنسبة للحجم ديالهم يكون متوسط. بالنسبة للناس اللي يعني عندهم المطبخ بارد بزاف، فممكن توضعوا هذا البيض في ماء اللي يكون سخون واحد شويه لمده ديال 3 ديال الدقائق هكذا، باش يعني تزول منو داك البروده، باش هكذا البيض يتطرب لكم بسرعه ويتضاعف الحجم ديالو. كنضيفوا رشه ملح لتصحيح المذاق، وهنايا كنضيفوا كيس من السكر بنكهة الفانيلا، ممكن تنسبوا الجينواز ديالكم باش ما بغيتيو. وعندي كأس ديال السكر الخشن ما يعادل تقريبا 120 غرام، لانه كأس العنبه ما عمرتوش بزاف، الا عمرتيوه بزاف كيعطيكم 150 غرام. كنضربوا في الاول بدرجه ديال السرعه تكون منخفضه، ومن بعد عاد كنرفعوا درجه ديال السرعه. الجينواز الا بغيتيها تنجح لك، اول سر خاص البيض يكون بحراره المطبخ وتضربوه مزيان لمده ديال من 5 دقائق حتى 6 دقائق ولا حتى 10 دقائق على حسب السرعه ديال الضرب ديالكم. المهم تحصلوا على خليط بهذا الشكل، يكون اللون ديالو فاتح، يصبح اللون ديالو فاتح تقريبا مايل للبياض، وتضاعف الحجم ديالو يكون خاتر بهذا الشكل. يعني ممكن انكم تكتبوا بهذا الخليط اي رقم. هذا هو القوام الصحيح اللي خاصكم تحصلوا عليه ضروري. الا ما وصلتوش لهذه المرحله استمروا في التطرب حتى توصلوا لهذه المرحله. والا لاحظتوا بان البيض ديالكم مابغاش يتطرب، ديروا حمام مريم، شي يعني ديروا هكذا الفوار، باش هكذا تساعدوا داك البيض يطلع لكم بسرعه. بالنسبه للدقيق كناخذوا هنا كاس ديال الدقيق الابيض، يكون عامر ما يعادل تقريبا واحد 100 غرام. كنقسموا داك الكأس على 3، يعني كنضيفو على 3 ديال الدفوعات، كنضيفو كمية ونغربلوه وندخلوه في الخليط ديالنا من الفوق للاعلى. بالنسبه للدقيق ماشي غير هاد الكميه اللي غادي نضيف، مازال غادي نزيد واحد الملعقه كبيره ما يعادل تقريبا ربع كأس، لانه الجينواز ديالنا فيها 5 بيضات. الا درتيو الجينواز ديال 4 بيضات فغادي تضيفوا كأس واحد فقط من الدقيق. هانتوما لاحظوا العمليه، ما بغيتش نسرع بزاف هاد المرحله باش تلاحظوا كيفاش كندخلوا الدقيق ديالنا في الخليط. وهنايا غادي نزيدو داك ربع كأس ديال الدقيق، تقريبا ما يعادل ملعقة كبيرة. وفي هاد المرحلة هادي غادي نضيفو كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام.
هاد الكيس ديال خميرة الحلويات كتضيفوه مع الدفعة الأخيرة ديال الدقيق. صافي، وكنحاولوا ندخلوا داك الدقيق وداك الخميرة غير بشوية مع هذا الخليط باش كنتأكدوا بأن الدقيق اندمج لينا مع باقي المكونات. دائما العملية من الأعلى للأسفل، هذا سر من أسرار نجاح الجينواز. ما تخلطوش الخليط ديالكم بحال الا كتخلطوا يعني كيك عادي، لا، خاصكم ضروري من الأعلى للأسفل وغير بشوية. وكنصحكم تخدموا هكا واحد خلاط يدوي، انه هو كيساعد غير داك الدقيق يندمج لينا مع الخليط. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا كيف كتلاحظوا معايا، يكون بهذا الشكل. وفي الاخير غادي نضيفوا ملعقه كبيره من الزيت وملعقه كبيره من الخل. هادو سر من اسرار نجاح الجينواز ديالنا، كيعطيوهم واحد القوام رائع جدا. وهنا كنحاول ندخلوهم غير بشويه، انا غير كنسرع الفيديو. صافي، القوام ديالنا او الخليط ديالنا صبح جاهز. وهنا كناخذوا اللاطه ديالنا ديال الفران ايتيمات، غادي نفرشوا فيها الورق ديال الفرن، وكنثبتوا داك ورقه الفرن بالقليل من الزيت من الاسفل ولا شويه ديال الزبده. وكنصبوا الخليط ديالنا بالكامل، حاولوا ما تصبوش في مكان واحد باش ما تضطروش انكم تجروا بزاف الخليط ديالكم. هنا غادي نذكر لكم عاوتاني سر من اسرار نجاح الجينواز ضروري ومؤكد: الفرن ديالكم كتسخنوه مزيان، سواء كان ديال الكهرباء او ديال الغاز، ضروري خاصو يكون ساخن من قبل باش ما تاخذش لكم الجينواز مده طويله في الفرن وبالتالي غادي تيبس لكم. المهم كنقادوا الخليط ديال الجينواز ديالنا، كناخذوا الخليط الجوانب باش ما كيجيوناش الجوانب رقاق. الجينواز ديالي كتجيني بحال الجوانب بحال الوسط، انه كنقادها بهذه الطريقه هذه. وغادي ندخلها الفران طيب على نار متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مرتفعه، تكون متوسطه باش ما نفوتوش فيها 10 ديال الدقائق، ماكسيموم 10 ديال الدقائق. وكنفطوا هكذا اللاطه ديالنا غير واحد شويه باش كيطلعوا لنا داك الفقاعات الفوق، وغير دوز 10 دقائق كنخرجوها. بالنسبه لي انا كنبغي الجينواز تحمر شي شويه من الفوق، من بعد ما كدوز 10 ديال الدقائق كنحل عليها وكنهبطها للاسفل، كنبقى حداها. يعني كنطفي الفران وكنبقى حداها باش كتاخذ لي غير اللون الذهبي من الفوق مباشره. كنخرجها، ما تغفلوش عليها لانه بسرعه كتحرق، هي كتحمر بسرعه. دابا نوريكم وحده صايبتها تحمرات لي من الوجه ديالها، ونقدت الموقف بواحد الطريقه غادي نذكرها لكم وغادي نبينها لكم. هانتوما كتلاحظوا الجينواز ديالنا وهي مازال سخونه، كنقلبوها في واحد باش كنحيدوا الورق الفرن بسرعه. كل ما تعطلتوا يعني كل ما خليتيو الجينواز بردات لكم في الورق كل ما كتلصق لكم. فلذلك هذه نصيحه ديروها بعين الاعتبار. قلبوا الجينواز ديالكم مباشره ملي تخرجوها من الفران في واحد المنيدل، وهكا غادي نردها للظهر ديالها وعاد غادي نلفها. ما تخافوش، هاد الجينواز هادي راه ناجحه مليون في المئه، ما كتكسر ما والو. خدموا بها كيف ما بغيتيو. لاحظوا ما شاء الله كيف كتجي فتيه. ممكن تلفوها كدا بالعرض، وممكن تلفوها بالطول، لكم الاختيار. يعني اما بالطول اما بالعرض، عفوا. المهم انا لفيتها هكذا بالعرض في المنديل، وعاد كنوضعوها في واحد البلاستيكه. بالنسبه لي انا غادي نخليها ليله كامله، لا غد ليها عاد غادي نعمرها بالكريمه، فغادي نوضعها في واحد البلاستيكه ونخليها غير في يعني غير في المطبخ. هذا هو المشكل اللي ذكرت لكم. واحد الجينواز طيبتها فاش هبطتها لتحت غير باش تاخذ ليا اللون الذهبي، نسيت يعني سهيت عليها واحد شويه، وداك الوجه ديالها تحمر كيف كتلاحظوا. ولكن الا مشات تحمر لكم كتاخذوا غير داك القشره، داك القشره راه كتكون معزوله على الطبقه ديال الجينواز. تحيدوها بوحده وما تضيعوش ان شاء الله في الجينواز ديالكم. انا هاد النصائح هما اللي كيعجبوني نقدم لكم، وهاد الاخطاء هما اللي كنبغيكم تستافدوا منهم. راه هنا بديت كنعالج المشكل وقلت علاش لا عين نصور لكم هاد اللقطه هادي باش نتوما تستافدوا منها. الا مشات شي مره تحمرات لكم الجينواز، حيدوا لها غير داك القشره الفوقانيه وراه كتبقى من الداخل زوينه. راه غير هي في الوجه ديالها دغيا كتخطف، لذلك كتحمر دغيا كيبان فيها اللون محمر. فديك القشره كتذوب بكل سهوله بحال اللي كتقشروا هكذا شي جلده. المهم انا نتمنى ان شاء الله هاد النصيحه تستافدوا منها، وهاد الخطا تعلموا منه باش حتى تحتوي فيه ان شاء الله يعني تنقذوا الموقف. صافي، هنا راه لا غد ليه البارحه انا حضرت زوج ديال لي جينواز، ولا غد ليه عاد غادي نعمرهم بالكريمه. حضرت زوج ديال لي جينواز بنفس النكهه
بنكهة الفاني. هنا غادي نحضر معكم الكريمة اللي كنحتاجو فيها. اول حاجه غادي نحضرو هي الكريم شونتيي. غادي نطربوها مع كأس ديال الحليب ونضيف لها 2 اكياس من الفانيلا. كنبغي نكهة الفاني تكون كثيره. المهم راه مازال الكريمه غادي نزيد فيها، مازال غادي ندير حتى الكريمه السائله. غادي نخلطهم انا بجوج كيعجبوني باش هذيك الكريم شونتي ما كتجيش مجهده في المذاق ديالها. ممكن تستعملوا غير الكريم شونتي مع الحليب، وممكن كذلك ديروا غير الكريمه السائله تطربوها اللي كمتوفر عندكم. انا غادي نخلطهم بجوج وعاد غادي نضيف لهم واحد الجبن باش يعني نزيد داك الكريمه نعطيها واحد المذاق اللي يكون مزيون. صافي هنا غادي نطربوا الكريم شونتي مع داك كأس ديال الحليب ومع السكر فانيلا. خلاص الكريم شونتي ما كنضيفولهاش السكر، راه فيها السكر. كنطربوه مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. صافي من بعد ما طلعت لينا الكريم شونتي غادي نوضعها في واحد الاناء، وفي هذا الاناء هذا غادي نطربوا الكريمه ديالنا السائله كما قلت لكم. في نفس الاناء غادي نضيفوا 2 كؤوس من الكريمه السائله، تقريبا ما يعادل واحد 300 مليلتر او 250 مليلتر. غنضربوها مزيان. نتوما راه ممكن ديروا غير نصف المقادير او نصف الكميه ديال الكريمه الا درتي غير جينواز وحده. انا غادي ندير 2 ديال الجينواز، فلذلك درت هذه الكميه ديال الكريمه. هنا كنضيف واحد 2 علبات ديال داك الجبن، او كتضيفوا الجبن كيكون خاص بالدهن واحد تقريبا واحد 4 ديال الملاعق كبار او 2 ديال الملاعق كبار يكونوا عامرين مزيان. كنضيفوا من الكريمه ديالنا وعاد كنكملوا التطراب. وهنا في هذه المرحله بسرعه كتعقد لينا الكريمه كيف كتلاحظوا في البلاصه صافي هنايا بالنسبه للجينواز ديالنا كنجبدوها من المهم كنجبدوها من هذا المنيدل كما قلت لكم. خليتها ليله كامله في منديل وعاد وضعتها في واحد البلاستيكه باش ما كتنشفش ليا. وانتم كيف كتلاحظوا كتاخذ داك الشكل ديال الرولو. وهنايا غادي ناخذ واحد الورق ديال الفرن يكون من الافضل باش نعمرو هاد الجينواز ديالنا بالكريمه. كناخذوا الكريمه غادي نوزعوها في هاد الجينواز وحاولوا تعمروا داك القنيت اللي كيكون مطوي هو اللي ديال الفول اللولي. هذاك هو اللي كنعمروه بالكريمه مزيان باش كيجينا الشكل ديالو مزيان. وملي كنلفوه هنا ملي غادي نوزعوا الكريمه ديالنا بواحد السباتولا، الا حسينا بالزائد ديال الكريمه غادي نزولوها بهاد السباتول. المهم كنوزعوها بالتساوي. وكيف ما قلت لكم داك القد اللي كنلفوه اللي كنعمروه مزيان بالكريمه صافي. وهنايا كنقادو مزيان الكريمه ديالنا، يعني ما ديروهاش قليله وما تكثروش عاوتاني اكثر من القياس. غادي نضغطوا في الاول ديك اللفه الاولى باش كتجينا اللفه ديال الرولو مقاده وواضحه وباينه. ملي صافي هنايا غادي نحاولوا نزيروا بهذه الطريقه اللي واضحه في الفيديو. وغادي ندوزو عاوتاني نعمروا الجينواز الثانيه. هي غادي يكون فيها واحد الاختلاف فقط في الوسط. هانتوما غير تبعوا معايا الفيديو. هانتو لاحظوا معايا هذه هي الجينواز اللي قلت لكم هبطتها الاسفل ديال الفرن غير باش تاخذ ليا اللون الذهبي وتحمرت ليا من الوجه ديالها. ما شاء الله ما محروقه ما والو. كيف ما قلت لكم الوجه ديال الجينواز الا خليتيوه يعني دغيا بسرعه كيتخطف اللون ديالو دغيا كيبان لكم متحمر، ولكن راه ما تحرقاتش راه فتيه ورطبه وخفيفه. هانتوما لاحظوا حيت غير داك القشر ديالها واستعملتها. راه نتوما الا لاحظتوا في بدايه الفيديو اللي فيها شكاد فيرميسيل راه جات جينواز عاديه وزوينه ما شاء الله. ما كاينش بينها اختلاف بينها وبين ديك اللي ما تحمرات ليا. كما قلت لكم راه كيتحمر غير القشر ديالها. هنا بالنسبه للاختلاف اللي كاين هاد الجينواز هادي اللي غادي نصيب فيها شوكولاط فيرميسيل غادي نعمر ليها هاد القنيت هاد البدايه بالكريمه اللي ضفت لها شويه ديال بودره ديال الكاكاو. ضفت لها شويه باش هكذا نديرو شويه ديال الاختلاف وكنكملوا الباقي فقط بالكريمه العاديه. حاولت ندير لكم تقريبا بحال واحد الرولو كيتصايب في واحد المحلبات او في المخابز كيديروها بهذا الشكل. المقدمه يعني ديك الدار اللي كتجي في الوسط كتجي باللون ديال الكاكاو او بمذاق الكاكاو والباقي كيكون غير بالفاني. المهم هذه راه جات زوينه بزاف حماقوا عليها الوليدات. حتى الاخرى ديال الكوكا راه زوينه غير كل واحد واذواق. كاين عارفين الوليدات كيبغيو حاجه اللي فيها داك الشكلاط فيرميسيل.
وصافي الطريقة ديال اللف العادية ديال نلفو في الأول غير بشوية باش داك الوسط كيجينا عامر بالكريمة اللي فيها المذاق ديال الكاكاو. صافي وكنزيرو الطريقة كتساعد باش داك الرولو يجينا مجموع. وهذه اللي غادي نزينو بشكلاط فيرميسيل كندهنو الوجه ديالها بالكريمه اللي فيها الكاكاو اللي تبقات ليا بها كندهن الوجه ديال هاد الرولو. بالنسبه للكاكاو الطريقه كيف كتضيفوه كدوبوه غير بواحد المعلقه كتضيفوا قيس معلقه صغيره كدوبوها بمعلقه ديال الحليب صغيره وكتضيفوها للكريمه ديالكم وتخلطوها مزيان. وبالنسبه للطريقه كناخذوا شكلاط فيرميسيل كنرشوه من الفوق والجوانب كنحاولوا نميلو هكذا بالورق ديال الفوم باش كتنزل لينا الفيرميسيل فوق الكريمه وكتلصق لينا مزيان. ممكن تكثروا ممكن ديروا غير شويه حسب الذوق. وقبل ما نوضعوه في الطبق ديال التقديم كنحيدوا هاد الجوانب باش كيبان لينا داك الشكل ديال الرولو واضح ديك الكريمه وداك اللفه ديال الجينواز. بغيتيو الرولو يجيكم التقطيعه ديالو كبيره فغادي تلفوه وهذه اللي خليناها غير بالنكهه ديال الفاني هي اللي ندهنوها بالكريمه اللي فيها غير مذاق الفاني ما فيهاش الكاكاو غندهنوها بالكامل. وغادي ناخذوا الكوك او جوز الهند وغادي نرشوه حتى هو فوق الرولو ديالنا نحاول نوزعوه كذا باليدين وكذلك في الاطراف حتى هذا كيجي المذاق ديالو مزيان بالنسبه للناس اللي كيعجبوهم الكوك. وهنا ضروري نحيدو الاطراف باش كيبان لينا الشكل ديال الرولو. ما شاء الله كيف كيجي فتي غزال هذا الرولو هذا كيدوب ذوبان. كنتمنى ان شاء الله من كل قلبي تجربوا هذه الوصفه اللي تنفعكم وغادي تعتمدوا عليها دائما. وهذا هو كيك الرولي ديالنا ما شاء الله كيجي كيحمق. هذا بالنسبه اللي فيه الشكاط فيرميسيل وفيه في الوسط الكريمه بالنكهه ديال الكاكاو فيه واحد المزيج ما شاء الله كيحمق. هانتوما لاحظوا هذا ما شاء الله يعني وحده قطعت لكم بالفرشيطه يعني وهذه غادي نقطع لكم غير باليدين ديالي باش تلاحظوا كيفاش هاد الجينواز كتجي فتيه ما ناشفاش واخا ما سقيناهاش كتجي هشيشه وخفيفه كتذوب في الفم. ما تحتاجوش نهائيا هاد الجينواز تسقيوها. انا متاكده الا جربتوا بهذه الطريقه غادي تعجبكم بزاف. نتوما لاحظوا كيف كتجي اسفنجيه. غادي نقطع لكم غير باليدين ديالي باش تلاحظوا كيف كتقطع بوحدها. وهنايا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ان شاء الله الا كنتو اول مره كتشاهدوا هذه القناه تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد فيديوهاتي. مازال نحط لكم العديد من الوصفات اللي غادي ينفعوكم من هنا لقدام ان شاء الله. فشكرا لكم بزاف ولله يخليكم عليا. وكنتمنى تعطيوني الراي ديالكم في التعليق ولو توضعوا لي علامه اعجاب في مكان ديال التعليق باش نعرف الوصفه عجبتكم. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.